بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. النهاردة هنعمل اللانشون الاقتصادي اللي هو من غير لحمة أو فراخ بطريقة سهلة، وعندنا مقاديره متوفرة. عندي 8 مكعبات جبنة نستو، 8 بيضات، نص كوباية زيت، 8 معالق دقيق، 6 معالق خل، 3 مكعبات بهارات عندي اللي هي مرق الدجاج، وبهاراتي عندي معلقة كبيرة بابريكا وتوم باودر بصل باودر وبهارات فراخ وذرة ملح وربع معلقة حبهان. طبعا واللون بحط لو احتجت اني انا ادي درجة اللي عندي للانشون، بضيف حتة من اللون اللي هو الاحمر اللي هو بيبقى طبي اللي هو يعني صحي. انا عندي بجيب الخلاط، كل الموضوع بعمله في الخلاط. عندي ادي الخلاط، ضفت البيض وعليه الجبنة، بضيف الحاجات دي الاول وبحط عليها برضو البهارات بتاعته كاملة. بس انا بضرب الاول الجبنة والبيض دول كويس خالص، بعد كده بضيف بهاراتي عليهم وبضيف مكعبات المرقة والخل. بضرب تاني انا ليه بضرب كل حاجة في الاول كده؟ عشان ادي ان كل اللي عندي المقادير تتخلط كويس، وبعدين بضيف الدقيق زي ما احنا شايفين، وبنحط عليها الزيت. بعد ما اضرب الدقيق كده ضربتين في الخلاط اروح ضايفة الزيت، برضو بضيفه مرة واحدة. ولو حسيت ان المقادير وانا بضربها تقيل على الخلاط بديها تحريكة بسيطة كده بالمعلقة، احرك الخليط جوه الخلاط اساعده يعني. زي ما احنا شايفين اهو، ضفنا الزيت وهنضرب تاني لحد ما يتخلط كويس خالص عندي، يبقى خليط كده ايه زي ما شايفين. انا بساعد الخلاط يعني كل شوية اروح اقلب بالمعلقة، احرك الخليط ده عشان يبقى كله يعني تجانس، ما يبقاش في جزء لاحق الزيت وجزء لا، زي ما احنا شايفين كده. انا حطيت ذرة لون تاني، حسيت لونه خفيف، رحت حاطة ذرة من اللون الاحمر، وده لون صحي بستخدمه في الاكل، يعني مش بيضر ولا لوش اي اضرار علينا. فانا بضرب ضربة تاني كده بحيث ان اللون يختلط كويس في الخلاط. وانا طبعا محضرة حلة على النار فيها مية مغلية، بتغلي على النار. وانا ببقى بعد ما خلصت الخليط ده، كيس عندي يعني ما يكونش واسع، يبقى ملموم شوية زي ما احنا شايفين، وبضيف الخليط فيه وبربطه كويس. وبعد كده باجي الفه كده في كيس عندي، الم الخليط كده على شكل اسطوانة كويس خالص، لمة كويسة يعني، وأأمنه جدا ان ما يدخلوش اي نقطة مية. وبعد كده بكون محضرة عندي، انا بقول كيس لان مش كل الناس متوفر عندها التغليف ده. ممكن كيس افتحه والفه نفس اللفة دي، بيبقى مية مية برضو، اربطه بخيط وامنه كويس. وبعد كده لازم اللي هو الورق الحراري اللي بيبقى في الاخر ده، اللي هو ضروري ان انا بلف، بطلع جزء مني وبلف مقدار اللانشون اللي قدامي ده. ما شاء الله يعني هو كمية كبيرة والله، ويعني ما شاء الله يعني مش حاجة قليلة، المقدار ده مقدار كبير جدا، يعني هيقضي الأسرة مش يوم يعني ولا يومين ولا ممكن أسبوع. احنا داخلين على مدارس الترم التاني اهو، هنحتاج نعمل سندوتشات للولاد نغير لهم كل فترة. زي ما احنا شايفين بنلفه كده في الورق الحراري لفة كويسة، وبنقفل عليه كويس خالص. طبعا ايه، واحنا محضرين حلة فيها مية بتغلي، وهنحطه في الحلة لمدة ساعة، ساعة بالظبط. كل فترة اروح اقلب الاسطوانة دي في الحلة على كل الجوانب فيها، بقلبها كويس خالص خالص. زي ما احنا شايفين اهو، المية بتغلي وهريح كده جواها اللانشون. كل شوية هقلب الاسطوانة دي في الحلة لمدة ساعة لحد ادي هنا بعد ما استوى انا بطلعه
بطلع الورق الحراري من عليه وبحطه في طبق وبسيبه في التلاجة لمدة ساعة برضه، ليه لما ابدأ اقطعه زي ما احنا شايفين كده اهو. ما شاء الله لانشون والله العظيم، ما شاء الله ريحته جميلة وشكله جميل ويعني شهي والله. وما تنسوناش في الشير واللايك لقناتنا الأممية عشان ننزل لكم كل جديد. السلام عليكم.